قال بيقولوا طول هيبة. طب إذا عطيتك كم طريقة لتبيني طويلة بتصير الهيبة فيكي انتي ولا بطولك؟ تعالي لقلك من شخص بيشتغل بالفاشن. episode 10 of It's Not You STEM. أول شغلة وأسهل شغلة، الخطوط بالطول. مثلي أنا لابسهم، أي شيء مخطط بالطول بيعطيكي إيحاء بالطول، أما المخطط بالعرض بيعطيكي إيحاء بالعرض، فانتبهي كتير منيح شو عم تختاري. تاني شغلة هي مونوكروماتيك لوكس. المونوكروماتيك لوكس هي الإطلالة كاملة بلون واحد، وهي الطريقة مو بس رح تعطيكي طول، رح تعطيكي الهيبة اللي نحن كنا عم نحكي عنها. 3. نجي لتقسيمات الجسم. دائما نتذكر ان احنا بدنا نستفيد من كل سنتي موجود عندنا ببشرتنا، لانه هو اللي رح يعطينا ايحاء بالطول. فمثلا الجزء العلوي بدنا نحاول نكشفه مثلا بالفينك، الجزء السفلي بدنا نلبس الخصر العالي لانه رح يعطينا خصر ورح يبين رجلينا اطول. رابع شغله هي البيتس. اكيد بدك تعتمدي البيتس اللي بيكونوا نحاف مو اللي بيكونوا عراض، لانه العراض رح ياخذ من طولك كتير ويبينك قصر. وخامس شغله اكيد هن الكعوب، بس الكعب القصير والعريض رح بيقصرك، اما الكعب النحيف والطويل رح بيطولك، وخصوصي اذا بيكون قريب من لون البشره بيكون مبوز. والشغله اللي بشوف كتير بنات بيأهملوها هن الشعر والاكسسوار. يا بنات هن كلهم بيكملوا بعضهم، يعني لما بترفعي شعرك كل ما بيبين جبينك ووجهك كل ما بتبيني اطول. الاكسسوار مثلا لما بيكون طويل، حلق طويل، هدول الاشياء كلها بتكمل بعضها فما تأهمليها. واخر شغله مثل ما بيقولوا امهاتنا وستاتنا دائما، شدي ظهرك وامشي بكل ثقه، لانه هي الطريقه هي اكثر طريقه فعاله. وهلا انت قولي لي الهيبه فيكي انت ولا بطولك؟ سيفي لهذا الفيديو، ودائما تذكري انه it's not you it's them.